مساء الخير، أنا إسراء وده اس توكس، ودي حلقة من حلقات اس on art. تخيلي معايا لوحة واحدة بس بقت من أشهر لوح في العالم كله. لوحة الناس بتسافر من كل حتة مخصوص عشان تشوفها. هي لوحة الموناليزا. رغم ان اللوحة دي اتعملت من أكتر من 500 سنة، إلا ان لحد دلوقتي مفيش لوحة قدرت تنافسها في الشهرة أو الغموض. الموناليزا مش كبيرة في الحجم خالص، بس تأثيرها على الناس كان كبير جدا. وأكتر حاجة كانت مميزة فيها هي الابتسامة اللي محدش لحد النهاردة قادر يحدد معناها. الابتسامة دي لا فرحانة قوي ولا زعلانة، كل واحد بيشوفها بشكل مختلف، وده كان المقصود. اللوحة للفنان ليوناردو دافنشي. تاريخ اللوحة اللي اترسمت في فترة ما بين سنة 1503 لحد 1519. الألوان اللي استخدمت في اللوحة دي كانت ألوان زيت على لوح خشب، خصوصا خشب الحور. أبعاد اللوحة دي مكانتش كبيرة زي ما كان ناس كتير متخيلة، لا خالص، دي كان حجمها 77 سنتي في 53. اللوحة أصلها إيطاليا، بس مكانها الحالي متحف اللوفر في باريس. أغلب المؤرخين متفقين إن الست المرسومة هي ليزا، زوجة لتاجر حرير فرنسي اسمه فرانشيسكو، بس كان في نظريات تانية بتقول إن ممكن تكون دي مرأة من خيال دافنشي، أو حتى صورة ذاتية لدافنشي بس بشكل أنثوي. أشهر حاجة في اللوحة هي الابتسامة. الابتسامة مش واضحة، مش كاملة، مش ثابتة. طيب ليه؟ عشان دافنشي يستخدم تقنية. التقنية دي بتخلي مفيش خطوط حادة بين الظل والنور، فعشان كده بيخلي الوش بيتغير حسب زاوية النظر والإضاءة، وكمان مزاج المشاهد نفسه. عشان كده أحيانا نحسها بتبتسم لينا وأحيانا لأ. طب والعينين؟ حسيتي قبل كده ان العينين دي بتمشي معاكي؟ طيب ده بسبب ايه؟ بسبب وضعية الوجه المواجهة للمشاهد. هي بحسابات رياضية دقيقة جدا للمنظور. ليوناردو كان عبقري في التشريح، فورلنا ازاي الوجه نقدر نحس ان هو بيتحرك معانا. طيب والخلفية؟ الخلفية ما كانتش عشوائية أبدا، كانت طبيعة غامضة، كان فيها جبال وطرق وأنهار، بس الخلفية ما كانتش متطابقة كلها مع بعض، يعني مش الجنبين زي بعض. وده كان لكذا تفسير. أول تفسير بيقولك إن بين العلاقة بين الإنسان والطبيعة، أو رحلة الحياة وعدم توازنها، أو ده مجرد خيال لدافنشي. دافنشي كان بيحب يخلي المشاعر في لوحته مش واضحة خالص عشان كل شخص يتفاعل معاها بطريقته. عشان كده الموناليزا بقت لوحة بتتفسر بأكتر من شكل، وكل مرة تبصي ليها تحسيها مختلفة. الغريب كمان ان دافنشي ما سلمش اللوحة لحد، وفضل محتفظ بالموناليزا معاه سنين طويلة. كان بيرجع يشتغل عليها من وقت للتاني، وده خلى ناس كتير تقول ان اللوحة دي كانت قريبة لقلبه، ما كانتش مجرد لوحة وخلاص. شهرة الموناليزا كمان زادت أكتر بعد ما اتسرقت من متحف اللوفر في فرنسا سنة 1911. فضلت مختفية سنتين، ولما رجعت العالم كله اتكلم عنها، ومن وقتها وهي رمز للفن وللغموض. الناس مش بس بتيجي عشان تشوف اللوحة، لا، دي بتيجي كمان عشان تشوف القصة. أما عن دافنشي فهو مش محتاج تعريف طويل، لكن اللي بيميزه فعلا إن عدد لوحاته كان قليل جدا، ومع ذلك كل لوحة ليه بقت أيقونة عالمية. هو ما كانش بيحب الشهرة ولا الاستعجال، وكان دايما بيسيب أعماله هي اللي تتكلم عنه. يمكن عشان كده فنه عاش سنين كتير ولسه مؤثر فينا لحد النهاردة. الموناليزا النهاردة محمية بإزاز مضاد للرصاص والحرارة والرطوبة،
وبيجيلها ملايين الزوار سنويا، وبقت واحدة من أكتر الأعمال تصويرا في التاريخ. في الآخر الموناليزا مش مجرد لوحة ست بابتسامة غريبة، ده عمل فني قدر يعيش قرون، يخلي الناس لحد دلوقتي واقفة قدامه بتحاول تفهمه. السؤال اللي لسه موجود، يا ترى سر شهرة الموناليزا كان في جمالها ولا في غموضها ولا في العبقرية اللي وراها؟ قولولي رأيكم. بس كده، باي باي.